أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. أسباب اللي أدت إلى ظهور العقيدات والحبيبات. أهم سبب ممكن نذكروه فرط نشاط الغدة الدرقية. إذا لقيتوا عندكم أعراض الغدة الدرقية تنشط وتعمل بكثير، بمعنى التي اس اش عندكم في الدم أقل من 0.5، معناها 0.1 0.2 0.3، أو عندكم التعرق الشديد، نبضات القلب الشديدة، عندكم فقدان الشعر، فقدان الوزن، المزاج، النرفزة، كل أعراض يعني فرط نشاط الغدة الدرقية، الهايبرثيرويدزم، إيبرثيرويدي، كل هذه الأسباب، الأعراض عفوا، تبين فيه نشاط حذاري. إذا نشطت الغدة الدرقية احتمال كبير من وراءها يجيو العقد، لأن العقد عبارة عن مساحات زايدة في الغدة الدرقية وتنشط وتعمل بكثير، خاصة إذا كانت من النوع الحار، يعني اللي يكون نشط كثيرا. ممكن بين الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى العقيدات وهي أسباب جينية. ممكن كذلك حالات غير معروفة أصلا. ومن بين الأمور اللي تؤدي إلى ظهور عقيدات الغدة الدرقية وهو مرض الهاشيموتو، اللي هو من بين الأمراض المناعية اللي يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية. إذا كان عندنا مشكل مناعي، حذاري ثم حذاري، كل 6 أشهر نراقب الغدة الدرقية. احتمال أن الغدة الدرقية تمرض وتصاب بالعقيدات والحبيبات. في البداية تكون سليمة وبعدها تتطور إلى غير سليمة، مسرطنة، وإذن ضروري استئصال الغدة. ما نخليوش أنفسنا نوصلوا لمستوى وين يكون فيه استئصال للغدة الدرقية، ينزعوا لنا الغدة الدرقية. المشكل الموالي اللي ممكن يؤدي كذلك والسبب لعقيدة الغدة الدرقية هو وجود التهابات في الغدة الدرقية. تلتهب الغدة الدرقية لوجود في الدم هناك التهابات لأسباب أخرى، فحذاري ثم حذاري. من بينها مثلا هو القمح. القمح يزيد من الالتهابات ويؤدي كذلك إلى الأمراض المناعية، الجلوتين بصورة عامة، فحذاري ثم حذاري. من بين كذلك الأمور اللي تخلي عندنا عقيدة الغدة الدرقية هو سرطان الغدة الدرقية أصلا. إذا أصيبت الغدة بسرطان ممكن يكون كذلك وراء وجود العقيدات. ومن بين الأمر المهم كذلك جدا 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 وهو مادة اليود. ضروري نشوفوا مادة اليود في الجسم. معناها الناس أحيانا عادة ما عندهمش إمكانيات أنهم يستهلكون مواد يعني فيها اليود، أو يستهلكوا بكثرة اليود. اليود من بين العناصر كذلك اللي تؤدي من بين أسباب وجود عقيدات الغدة الدرقية. كاين هناك عوامل تزيد الطين بلة وتعقد العقيدات، ضروري أننا نحاول نجتنبها قدر الإمكان، وهو التعرض للأشعة السينية أو لغيون إكس رايز في منطقة الغدة الدرقية. ضروري لو نعمل أشعة مثلا على الأسنان أو أي شيء، اطلبوا يعني واقي يضعونه على العنق كي يحمي لكم الغدة الدرقية كي لا تتعرض إلى العقيدات فيما بعد. وكذلك من بين الأمور اللي تؤدي إلى العقيدات وهو سن الناس. بعد 60 سنة عادة الناس يبدأوا يشتكون من العقيدات لأنهم كان عندهم نوع من الحياة اللي يعني غير صحية. فهو كذلك عامل آخر وهو العامل الوراثي، إصابة أحد أفراد العائلة بالعقيدات. فضروري الإنسان يسأل ويحرز نفسه ويحتاط ويأخذ الحيطة والحذر، لأنه ممكن يصاب بهذه العقيدات. إذا بعجالة هذه كلها هي أسباب عقيدات الغدة الدرقية. ضروري الإنسان ينتبه. ما تنسوش أنكم تشاركون هذا الفيديو للآخرين حتى يصل الخير للجميع. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.